السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عيد مبارك سعيد. بالنسبه لهذا النهار ان شاء الله درت واحد الدجاجه كنت باغيه نصورها معكم من الاول، ولكن نسيت حتى كملت، عاد فكرت نصورها معكم. المهم هنايا الدجاجه عندي انايا، خديتها من البارح، شرملتها شويه الملحه والابزار والثومه وقزبر ومعدنوس، وشويه ديال السكينجبير، وشرملتها مزيان من داخل ومن برا وخليتها في الثلاجه حتى الصباح. ودابا ان شاء الله عمرتها بالفيرميسيل. هنا الفيرميسيل داك القياس اللي انا بغيت. انا بالنسبه لي هنايا عندي دجاجه شويه كبيره، درت فيها الفيرميسيل ودرت فيها شويه الزيت مقطع، شويه القزبر ومعدنوس والثومه وشويه الزيت بلديه وروميه في الفيرميسيل، وخلطتهم مزيان، شويه ديال الهريسه وخلطتهم وعمرتها. ودابا غادي نشوفوا لاصوص فاش غادي نطيبها. هنا بالنسبه للاصوص، داك الشرب مولا اللي بقات ليا من الدجاجه اللي شربناها البارح، بقات ليا شويه ديال المريقه درتها هنايا وزدت عليه شويه الملح والابزار ومليحه وشويه ديال القزبر ومعدنوس، وغادي نديرها طيب هنايا. هنا الدجاجه داك لاصوص اللي غادي ندير فيها ضامه ديال الزعفران زغبه. الا عندكم زعفران زغبه ديروه، ما كاينش تكتفيو غير بالضامه. وغادي نخليها طيب غير بوحدها بلا بصله بلا والو حتى تشحر مزيان بحال غيبدا يدخل فيها الطياب. عاد غادي ندير فيها 3 ديال البصلات، وديك الساعه ان شاء الله انا داك الدجاجه ديالي راه دخلها الطياب مزيان وحيدتها. وغادي نزيد هنايا 3 ديال البصلات وواحد 2 مطيشات صغارين محكوكين وشويه ديال قزبر ومعدنوس، وغادي نديرهم هنايا باش غيطيبوا غير بوحديتهم، ونخليهم حتى يطيبوا مزيان ان شاء الله. ونحمر هذيك الدجاجه ونتلاقاو ان شاء الله.